لو الفيديو ده ظهر لك دلوقتي فاعرف إن الساعة لسه بتدق. في ملف اسمه Final Hour Zip، كل اللي فتحه اختفى، واللي فتحته كانت ليلى. أول ما ضغطت Extract النور طفى، اتسمعت 12 دقة، وفي الدقة الأخيرة الجدة أمينة رجعت. لو بتسمعني بعد نص الليل قول بسرعة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، واكتبها تحت في الكومنتات، يمكن الكلمة دي تكون سبب نجاتك. بعد ما العالم كله اتقلب بسبب الساعة اللي أونلاين، الحكومات دخلت سباق ضد الزمن. مراكز الأبحاث اشتغلت ليل ونهار علشان تفهم مصدر الكود الغامض اللي بينتشر بين الأجهزة. كل مرة يحاولوا يمسحوه يرجع لوحده، لكن المرة دي ظهر ملف صغير جدا اسمه Final Hour Zip، يعني الساعة الأخيرة. محدش عارف مين نزله ولا جه منين، لكن اللي فتحه الأول كانت ليلى مراد، باحثة في الأمن السيبراني. فتحته في معمل مغلق على سيرفر مفصول عن الإنترنت، ومع كده أول ما ضغطت Extract النور طفى. على الشاشة ظهرت صورة باهتة لست كبيرة واقفة قدام ساعة خشب ضخمة، الإزاز مشروخ ووشها متجمد كأنها بتبتسم بالعافية. وفي أسفل الصورة مكتوب بخط باهت أمينة عبد الرازق 1912. ليلى اتجمدت مكانها، ده نفس الاسم اللي لقوه في أرشيف المستشفى المهجورة من شهور، الجدة نفسها. لكن اللي خلاها تتنفس بصعوبة مش الاسم، كان الانعكاس في إزاز الساعة، انعكاس وشها هي مش وش العجوز. وفجأة الكمبيوتر اشتغل لوحده، كل الأجهزة في المعمل بدأت تصدر نغمة واحدة، 12 دقة، كل دقة أعلى من اللي قبلها. الموبايل رن، الرقم 4 أصفار، ردت بصوت مرتعش. مين؟ الصوت جه خافت كأنه نفس ست كبيرة جنب ودنها. الوقت خلص يا ليلى، انتي آخر واحدة فضلت. صرخت، حاولت تقفل التليفون بس الجهاز اتحجر في ايدها. الشاشة قلبت سودة وبدأت تطلع صور سريعة، وشوش ناس ماتوا، جثث متيبسة، وأرقام ساعات بتدور بالعكس. وفي آخر صورة وش أمينة العجوز بيبص لها مباشرة، عينيها بتتحرك لأول مرة وبتبتسم. كل الأجهزة اشتغلت بكاميراتها ووجهت العدسات عليها، كانت بتتصور من كل زاوية في نفس اللحظة. الدقات وصلت للثانية الأخيرة. على الشاشة ظهر سطر واحد، الساعة انتهت لكن صاحبتها رجعت. الناس في المعمل سمعوا صريخ ليلى، لكن لما دخلوا القاعة المكان كان فاضي، الكراسي متكسرة والساعة الخشب واقفة في النص ولسه بتدق، وعلى وجهتها بدل الأرقام كان محفور كلمة واحدة، ليلى. ومن بعدها كل اللي حاول يفتح الملف Final Hour Zip بيسمع دقة واحدة وصوت ست بيقول بوضوح شكرا يا بنتي رجعتيني. وبعدين الجهاز بيقفل للأبد. لو وصلت للنهاية فاعرف إنك نجوت مؤقتا،